صباح الفل عليك يا صديقي الكوير، وخبر يهمك في 60 ثانيه. الاهلي يتعثر امام بتعادل 1-1. انتقادات قويه من جماهير النادي الاهلي لعماد النحاس وجهازه المعاون. الكابتن وليد صلاح الدين يوقف مستحقات لاعبي النادي الاهلي لاجل غير مسمى بسبب سوء النتائج. جماهير الاهلي تشيد بقوه بمحمد هاني وتنتقد بشكل لاذع اليو ديانج. نقلا عن القرار 24 فامام عاشور تم نقله الى احد المستشفيات بعد شعوره بالام شديده في المعده. بيراميدز يفوز بثلاثيه على اوكلاند سيتي ويتاهل لمواجهه اهلي جده السعودي. وادي دجله يكتسح كهرباء الاسماعيليه باربع اهداف مقابل هدف، وطلع الجيش يفوز على مودرن سبورت ب1-0. ليفربول يخطف فوزا ثمينا في اخر اللحظات عن طريق محمد صلاح من ضربه جزاء امام نادي بيرني. صلاح ينفرد بالمركز الرابع تاريخيا في هدافين الدوري الانجليزي بعد احرازه الهدف رقم 188 متخطي اندري كول. في مقابله مع سكاي سبورت بعد نهايه المباراه، فان دايك اكد ان محمد صلاح لاعب لا يستسلم ووجوده في الملعب لا غنى عنه. مانشستر سيتي يحسم ديربي مانشستر امام اليونايتد بثلاثيه نظيفه. وهالاند ينفرد بقائمه هداف الدوري الانجليزي برصيد 5 اهداف بعد تسجيله ثنائيه في مرمى اليونايتد. والبارسا يحقق فوزا كبيرا على فالنسيا ب6 اهداف نظيفه. مودريتش يسجل اول اهدافه مع الميلان ويخطف فوزا ثمينا و3 نقاط هامه جدا. باريس سان جيرمان يحقق فوزا جديدا في الدوري الفرنسي بثنائيه نظيفه امام لينز الفرنسي. والنصر السعودي يفوز بالثنائيه على الخلود. وبس كده يا صديقي، اتمنى تعمل لايك الفيديو لو عجبك واشتراك في القناه، وشكرا جدا يا صديقي، سلام.